تستمر مدينة فاروق الطبية في محافظة السليمانية إحدى أكبر المجمعات الطبية في العراق بتقديم الخدمات للمواطنين والمرضى واستقبالهم وتوفير كافة المستلزمات الطبية التي من شأنها شفاء المريض وفق آخر المواصفات العالمية، بالإضافة إلى إقامة الدورات المختلفة للأطباء والطلبة الجدد ورفدهم بآخر التطورات في مجال إجراء العمليات وبأعلى المستويات. الخدمات تواكب ما تقدمه أحدث المستشفيات، لا أتكلم فقط عن العراق ولكن في المنطقة. لو قارنا مستشفى فاروق مع بقية المستشفيات في الأردن أو في الإمارات أو في بقية الدول، أظن أنها تواكب من حيث الخدمات، من حيث التكنولوجيا، من حيث مستوى الأطباء، من حيث مستوى الكادر العامل، أطباء، تمريض، خدمات، هي تواكب أفضل المستشفيات. من جانبهم أكد القائمون على المستشفى بأن المواطن العراقي أصبح قريب عن الاستغناء نهائيا من السفر إلى الخارج لإجراء العمليات، وذلك بسبب تواجد الكوادر الطبية العاملة الحديثة والمتطورة جدا، والأسعار التي تكون في بعض الأحيان أقل تكاليفا من الخارج. نقدم رعاية طبية متميزة بكادر طبي من مختلف الجنسيات، وحسب العمليات وحسب المواطنين اللي حد الآن زاروا هذا المستشفى يعودون إليه في كل مرة. ولا سامح الله إذا المواطن العراقي حس بوجود أو ضرورة للعلاج في مستشفى راقي وتحت أيدي أمينة ودكاترة يطمئن قلبه إليهم، لدينا أيضا قسم آخر جديد انفتح اللي هو اسمه قسم المتابعة الصحية اللي تشيك اب كلينيك، واللي لدينا أيضا أطباء وتجرى لهم جميع الفحوصات. يعني مو شرط أنه الإنسان يكون مريض يلا يدخل المستشفى أو يتابع حالته الصحية، وأنت صحي تابع حالتك الصحية حتى تصير أصح وجسم أصح. يذكر أن مدينة فاروق الطبية أقامت سلسلة من الندوات والدورات التي من شأنها دعم الواقع الصحي في محافظة السليمانية. يوجد لدينا حوالي 28 منظار، لدينا منظار للأطفال، منظار للمعدة، منظار للقولون، منظار للقنوات الصفراوية، السونار الناظوري للأطفال وللكبار. يعني يوجد لدينا منظار للأطفال، منظار معدة، تنظير للمعدة وتنظير القولون، علما أن كل عمليات التنظير تجرى تحت البنج الواعي، ما يعرف بالبنج الواعي أو البنج العام، بحيث أن المريض بعد الإفاقة من البنج خلال عملية التنظير المريض لا يعاني من أي ألم أو الشعور بعدم الراحة. جهود مستمرة من قبل مدينة فاروق الطبية في دعم القطاع الصحي في محافظة السليمانية، وكذلك تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. لبرنامج صباح العراقية، أحمد جاسم، العراقية، السليمانية.